عشاق مسلسل المؤسس عثمان، مرحبا بكم وسلام الله عليكم. سنحلل لكم الإعلان الأول وماذا سيحدث في الحلقة 190 بإذن الله تعالى. فبداية صلي على النبي وادعو إلى إخوتنا، وبسم الله الرحمن الرحيم. بداية، حسن يختلف مع السيد عثمان، وذلك بسبب أن عثمان تحالف مع صوفيا، فحسن لم يعجبه الحال وسينفذ خطة ضد عثمان. ولكن ما لا تعلمونه أعزائي المشاهدين بأن حسن قد اتفق مع عثمان، وما هي إلا خطة بين حسن وعثمان من أجل استدراج كلاوديوس للفخ، ويعني يصبح كلاوديوس يخبر حسن بكل تحركاته، وحسن ينقل كل الأخبار لعثمان. وبالتالي أظن وبنسبة 90 إلى 100% بأن حسن يعني متفق مع عثمان، وهي خطة بينهما بالتأكيد، وسبق وأن حدثت مثل هذه المشاهد في السابق. والآن ننتقل إلى كلاوديوس الذي شاهدناه في الإعلان الأول للحلقة 190 بأنه يهاجم بورصة ويرفض هريستو وجنود صوفيا اتباع كلاوديوس في قافلتهم. فهذا المشهد شاهدناه في الإعلان. ومن جهة أخرى صوفيا انتهى دورها في مسلسل المؤسس عثمان، ولكن لا أعلم لماذا لحد الآن لم يتم إصدار خبر انفصال الممثلة عن مسلسل المؤسس عثمان، وهذا ما يطرح التساؤلات. فالكثير يعني انقسمت الآراء في تركيا، في الصحافة التركية أقصد. فهناك من يقول بأن صوفيا انفصلت عن مسلسل المؤسس عثمان وستموت، ومن جهة أخرى يقال بأن الممثلة لا زالت مستمرة، وبأن الطعنة التي تلقتها في الحلقة 189 ليست مميتة وستكمل في قادم الحلقات. وحسب الصحفية بيرسين فقالت أن الممثلة صوفيا ستكمل حتى نهاية هذا الموسم، والموسم تبقى له 7 إلى 8 حلقات وينتهي، ولن نشاهد مسلسلنا المفضل مسلسل عثمان بعد تاريخ 6 يونيو إن شاء الله. هذا فيما يخص استكمال مسلسل المؤسس عثمان. والآن نعود إلى تحليل أحداث الحلقة 189، حيث أن ياغيت أخ السيد كوجا يخطط مع كوشار لسحب السادة الأتراك من صف السيد عثمان، وكذلك حسن معهم. ولكن قلت لكم هذه ستكون خطة من عثمان، يعني عثمان سيتفق مع السادة وكذلك حسن للإيقاع بكوجار وكذلك أو كوشار عفوا، وسيوقعهم في الفخ. فأعتقد أنها خطة من السيد عثمان مع حسن وبقية السادة لا غير. ننتقل إلى التحليل اللي بعده، والذي يخص حليمة التي تسعى مع أمها لإنقاذ أخيها والتضحية بنفسها لكسب ثقة عائلتها. هذا هو العنوان المناسب للمشهد. فنشاهد بأن حليمة يعني بدأت نوعا ما تندمج في عائلة أو عائلتها الجديدة عائلة عثمان، وكذلك يعني استغرب بسبب بوزداغ الذي يعني لا زال يركز على حليمة بشكل مبالغ فيه ونسي الشخصيات الأخرى. هذه من جهة أخرى يعني هذا انتقاد بسيط، يعني لحد الآن لا أعرف سبب يعني مواصلة بوزداغ التركيز على حليمة رغم أن قصتها هي قصة خيالية، ولكن لا زال بوزداغ يعني يركز كثيرا على الشخصية وتناسى الشخصيات الأخرى، وتناسى بأن هذا مسلسل لا يركز على شخصية واحدة. من جهة أخرى أورهان يراقب الطرقات كي ينقذ أخاه من بطش المغول وإصابة غونجا بعد هربها من المغول. فبداية نتحدث عن أورهان الذي سيقوم هو بإنقاذ أخيه علاء الدين حسب التسريبات من الكواليس وحسب الصور التي تسربت من الكواليس تظهر بأن أورهان هو من سينقذ علاء الدين. وبالنسبة لغونجا فغونجا نعم أصيبت نعم حسب ما شاهدناه في إعلان الحلقة 190
الملعون، وتعرضت لسهم أو ضربة سهم في الظهر، ولكن ليست ضربة مميتة وستستمر معنا بكل تأكيد في قادم الحلقات. مواجهة كذلك نارية تجمع بين السيد عثمان وكلاوديوس وإصابته بسيف الذئب الأزرق، هذا هو العنوان المناسب لهذا المشهد. فالإعلان بصفة عامة حمل يعني عدة مشاهد مشوقة، ولكن الموسم اقترب من النهاية ولكن لحد الآن يعني بوزداغ لم يظهر معالم الدولة العثمانية، ولحد الآن لا نشاهد بوادر بزوغ الدولة العثمانية. أعتقد أن هذه المشاهد ستتأجل حتى الموسم السابع حسب وجهة نظري. ولبوزداغ يعني حاليا بوزداغ كاتب المسلسل لمن لا يعرف يتعرض لانتقادات لاذعة خاصة في تركيا، وكذلك في حسب المتتبعين في الدول العربية، خاصة من دولة مصر الشقيقة ودولة الجزائر وكذلك اليمن والسعودية، الذين ينتقدون وبشدة بوزداغ بسبب تمطيطه في الأحداث. وقلنا بأنه لا زال يركز على شخصية حليمة ويبالغ في شخصية حليمة، رغم أنها يعني شخصية، لا نقول الشخصية هي تاريخيا يعني موجودة، ولكن أنه تبنتها صوفيا فهذا شيء خيالي لم يكن له في التاريخ. يعني أنه صوفيا سرقت حليمة منذ صغرها وربتها، فهذا لم يكن في التاريخ. هذه فقط قصة أنتجها بوزداغ من أجل الترويج للمسلسل وزيادة التشويق في المسلسل ورفع نسبة المشاهدات. ونعود لنسبة المشاهدات، لو نتحدث عنها فنسبة المشاهدات حاليا في تدهور مستمر، رغم أن الحلقة السابقة بسبب مشهد حليمة التي سقطت من الجبل ارتفعت نسبة المشاهدات، وحصلت الحلقة على نسبة مشاهدات معتبرة، ولكن لحد الآن لا زال المسلسل المؤسس عثمان يتخبط في هبوط كبير في الريت الإجمالي. الريت الإجمالي يقاس بقناة ATV التركية التي كل أربعاء في تمام الساعة 8 تعمل بث مباشر للحلقة، وبعدها تقوم بتنزيل الريتنج، يعني كم شخص تابع البث المباشر. فنتمنى إن شاء الله أن يتم تطوير المسلسل أكثر ونشوف مشاهد سينمائية أكثر، ويتم التطوير في السيناريو والكتابة كذلك. وشكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة والإصغاء. نلتقي في قادم المواعيد إن شاء الله. شكرا لكم، ومع إلا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وآخر الكلام سلام عليكم.